السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، إذا كنت مسلم وداري ايش قال الله وايش قال رسوله، أنصحك تشاهد الفيديو للأخير وتشاركه. الموضوع اليوم الذي لم يستطيع أي أحد من المشاهير حق اليمن أو أي إنسان أن يفتح ذي الموضوع وينشره. أنا قلت بفتح ذي الموضوع وانشره، يخص المسلمين ويخص أبناء اليمن. الموضوع بما فيه أنتم شفتوا يعني الترند حق يعني قبل أسبوع الذي حتى بدوا في العربية وفي الجزيرة وتناقلوا التواصل الاجتماعي حق الشخص الذي تزوج بنت مزين على قولتهم وطرطوه من القرية ونفوه من القرية، نفوه من القرية وقالوا إنه لا ينتسب لهم. العادات والتقاليد السيئة هذه ليش نتبعها؟ ليش نتبع العادات والتقاليد السيئة والفكر هذا؟ ليش بنترك هذا وراء ظهورنا زي الكتاب القرآن الكريم، نتركه وراء ظهورنا ونلحق العادات والتقاليد حق أبائنا وأجدادنا؟ ليش الفكر السيء هذا؟ الله قال في محكم كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله في محكم كتابه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يا عباد يا يمنيين يا أهل الحكمة والإيمان، الرسول قال: أهل اليمن أهل الحكمة والإيمان، أنتم أهل حكمة وإيمان، اتقوا الله اتقوا الله، هذا لا يجوز. أنتم تخالفوا دين الله وسنة رسوله عندما تفعلوا هذا التقاليد والعاهات هذا. ليش التقاليد هذه؟ ليش نتمسك بالتقاليد وفلتوا كتاب الله وسنة الله؟ الله أدى آيات قرآنية تثبت على ذلك، أي صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها في هذا القرآن الكريم. ليش العنجية والكبر والعنصرية هذا؟ بلاد الكفار اليهود في الخارج ما هكذا، لا يعني ما بش عندهم حقوق، يعني العنصرية هذا عندهم خط أحمر، ما حد عنصر على خادم ولا على أبيض ولا ما عنصرية. في مصر ولا في الدول العربية الذي فيها مسيحيين وفيها مسلمين ما بش هذا، مسيحي ومسلم أخوة، لا فرق بين ذيه، ولا هذا حلاق ولا هذا مزين ولا هذا جزار ولا هذا، ما بش هذا الحاجة عندنا إلا في اليمن. في الله مخلينا هكذا في حروب وفي مجاعة إلا من هذا الفكر. أول شيء نرجع إلى كتاب الله، المرجعية كتاب الله، نرجع له ونقرأ ما قال الله تعالى وما قال الرسول في سنته، سنة رسول الله، ما قال رسول الله، ونتبعهم، مش نتبع آباءنا وأجدادنا والتقاليد والفكر السيء. ليش الفكر السيء هذا؟ ليش الكبر؟ إبليس خرج من الجنة، ليش خرج إبليس من الجنة؟ تكبر، ما رضي يسجد له، تكبر إبليس وأخرجه الله من الجنة، وقد كان في الجنة تكبر ولم يسجد لآدم فلعنها الله وأخرجه من الجنة. يعني ليش تتكبر؟ ليش؟ هل أصلك يدخلك الجنة؟ هل في الجنة أو لا؟ أو عملك أم أصلك يدخلك الجنة؟ أنا ابن فلان أدخل الجنة، الجنة مفتوحة لأي واحد، أم عملك؟ أنا أشوف بعض الناس إذا تصايح هو حلاق ولا إذا تصايح هو رجال مسكين ولا رجع يعايره يا حلاق يا قليل الأصل، يا عيب. أنتوا أهل حكمة وإيمان، تتكبر وأنت خرجت من مخرج البول مرتين، أنت وغيرك. رسول الله ما كان هكذا، رسول الله هل يرضى بهذا الشيء؟ هل أنتم مسلمين تتبعوا سنة رسول الله، تتبعوا القرآن الكريم؟ الفكر السيء هذا لا تنشروه، حرام عليكم. كل واحد يعلم أبناءه وأحفاده. ليش هذا الفكر السيء هذا؟ علموهم الذي في كتاب الله، مثل ما اليهود بيتبعوا التوراة،
ومثل المسيحيين بيتبعوا كل واحد بيتبع كتابه. ليش الفكر حقكم هذا؟ احنا مسلمين أخوة، لا فرق بينها خادم ولا أبيض إلا بالتقوى. سأله هل أنت بتصلي؟ أنت بتعبد الله؟ أنت جاز طريقك؟ خلاص. يا أهل اليمن راجعوا أنفسكم، يا شعب الحكمة والإيمان. أنا داري إن به ناس ينتقدوني وبه ناس يدخلوا يعلقوا تعارك مش تمام، بس هذا القول أنا قلته أمام الله، أنا قلته أمام الله، لأنه والله إنه حرق قلبي الموضوع ذي. نفوه من القبيلة كاملة، نفوه من القبيلة علشان أن نتزوج بنت زين، يعني حب بنت سيتزوجها يعني على سنة الله ورسوله، فنفوه من البلاد. إيش؟ البعد عن الله واتباعهم العادات والتقاليد السيئة، العادات والتقاليد الذي لا هي من الإسلام ولا حثنا رسول الله بها ولا القرآن الكريم تكلم بهذا الشيء، ولا اليهود يرضوا بهذا الشيء ولا المسيح ولا أحد يرضى بهذا الحاجة. نرجو أي مسلم وأي واحد داري إن هذا الحاجة غلط شاركوا المقطع، يصلى الله كل يمني، والعفو منكم إذا أنا طولت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.